السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا جماعة؟ ان شاء الله الجميع يكون بألف خير. اهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة اصل الحكاية. طبعا كلنا عارفين الاحداث الاخيرة اللي حصلت للجزائر والحرائق اللي كانت موجودة في الجزائر، وقد ايه فعلا شفنا ابطال الحماية المدنية واللي عملوه. ولكن في حاجات كتيرة جدا جدا وبطولات كتيرة جدا، ناس يعني أبهرت أغلبية الإعلام العربي والعالمي. يمكن هنشوفها في الفيديو ده لأول مرة. تعالوا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي رسول الله. ونشوف الفيديو ده ونرجع نعلق عليه. في مشهد عكس مستوى الجاهزية والاحترافية، نجحت الجزائر في احتواء وإخماد عدد كبير من الحرائق التي اندلعت مؤخرا بفعل موجة الحر، بفضل التدخل السريع والمنسق لمختلف المصالح، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، مع الاعتماد على وسائل جوية وبرية حديثة، من بينها طائرات مخصصة لإخماد الحرائق. وقد لقيت هذه الجهود إشادة واسعة داخل الجزائر وخارجها، كما اعتبرتها العديد من وسائل الإعلام الدولي مثالا على تطور قدرات البلاد في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة مع تعزيز أسطولها ووسائلها الجوية المخصصة لمكافحة الحرائق، الأمر الذي ساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من انتشار النيران. ويرى مراقبون أن الاستثمار في العتاد العصري والتكوين المستمر رفع من كفاءة التدخلات الميدانية، وجعل الجزائر أكثر استعدادا للتعامل مع حرائق الغابات. ويبقى الفضل أولا لله سبحانه وتعالى، ثم الاحترافية وتفاني أفراد الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، الذين واصلوا أداء واجبهم بكل شجاعة وإخلاص لحماية الوطن والمواطن. من رحم المحن ليس كقوة عسكرية فحسب، بل كطوق نجاة بشري وراية فداء ترفع حين تعجز المقادير أو تكاد. إنه الجيش الوطني الشعبي الذي أبدا لم يقف على تخوم الكوارث متفرجا، بل يغوص في لجة الجحيم كالقبس. وها صور حية تكتب فيها ملحمة إنسانية أخرى بمداد الهمم لا يمحوها سخام هذا الدخان أو ذاك. ولايات البليدة، المدية، البويرة، تيبازا والمسيلة بالناحية العسكرية الأولى، تلمسان وسعيدة بالناحية العسكرية الثانية، وكذا عنابة، الطارف، سكيكدا، ميلا، قالما، سطيف وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة، تتضافر فيها الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار رقعة الحرائق وإخماد تلك الزفرات من دخان كأنفاس أرض تحتضر نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة. وتواصل معها مفارز الجيش الوطني الشعبي تدخلاتها الميدانية لمد يد العون لمصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات، قصد المساهمة في إخماد النيران التي مست مختلف ولايات الوطن. وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية على غرار إقحام تعداد هام من الوحدات المتواجدة بالمناطق المتضررة، وكذا الوسائل التابعة للقوات الجوية المتمثلة في طائرات بي 200 برياف، والتي تقدر سعة حمولتها ب12 ألف لتر من المياه، ومروحيات مي 26 بقدرة استيعاب تصل إلى 15 ألف لتر، والتي نفذت عدة طلعات جوية في أوقات مختلفة، وذلك حسب الظروف وتقدير الموقف الجوي، بالإضافة إلى إقحام العديد من الآليات والجرافات وشاحنات الإطفاء وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف.
لا تتوقف هذه المساعي والجهود على إيقاع الأوامر فحسب، بل يتحول فيها كل جندي إلى درع حتى وإن اصطلت هذه الأرض بنيرانها. في السياق ذاته قامت مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في هذه العمليات النبيلة، خاصة الوحدات العائمة، بنقل وإجلاء السكان القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية لهم. كالجبل الأشم الذي لا تزيده شدة النائبات إلا رسوخا، تبقى جميع وحدات الجيش الوطني الشعبي مجندة لأداء هذا الواجب الوطني إلى غاية السيطرة النهائية على الحرائق والإخماد الكلي لها. التمارين المستمرة والتي تحاكي واقع العمليات الحقيقية عنصر مهم في الإبقاء على الجاهزية العالية للتدخل، سواء للإطارات والأطقم وكذا للعتاد والطائرات. لذا يجري السرب بصفة دورية تمارينا بسيناريوهات مختلفة تهدف إلى رفع مستوى الأداء العملياتي حتى يتسنى للسرب التدخل في حالات الطوارئ بسرعة وفعالية. بعد تسليم واستلام الطائرة من قبل تقنيي المدرج، يتم التوجه مباشرة إلى الطائرة حيث يتم معاينتها من الخارج، حالة العجلات، حالة المحركات، حالة الأجنحة. المناورات الميدانية ضمن المناطق الجبلية والمسطحات المائية تجعل أطقم السرب يتقنون التعامل مع الظروف الحقيقية لعمليات إخماد الحرائق، حيث تمكنهم من محاكاة واقع العملية انطلاقا من الإقلاع واستطلاع أماكن الحرائق، وكذا نقاط التزود بالمياه واتخاذ قرار الاقتراب للتزود، ومن ثم قذف محتوى الخزانات على مناطق اشتعال النيران. في هذه المناورات تحلق الطائرات برياف BU-200 على ارتفاعات مختلفة تتراوح من المنخفضة جدا إلى المرتفعة، مع مراعاة صارمة لاحتياط أمن الطيران، ما يجعلها اختبارات ميدانية أيضا للأطقم من طيارين وتقنيين. وسط سماء ملبدة بكآبة الدخان تصدح أصوات المروحيات وسط الطائرات، حاملة رسالة الوفاء والأمل، وتتجلى إرادة أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في الوقوف دوما سدا منيعا في وجه التهديدات، ويدا ممدودة لأبناء الوطن خلال المحن والأزمات. جهود دؤوبة لا طالما بذلها وسيبذلها الجيش الوطني الشعبي دائما كلما تطلب الأمر ذلك. جيش لم يتوانى يوما في مد يد العون لأبناء الوطن، ولن يدخر جهدا في الدفاع عن الجزائر وحمايتها مهما كان حجم التهديد والخطر. هم إذن صناع الأمن ومصدر الأمل، أوفياء بررة لا تثنيهم قساوة الطبيعة ولا تعقد الظروف، كما أسلافهم بالأمس نذروا أرواحهم قربانا للحفاظ على سلامة الوطن وأمنه واستقراره. مهام نبيلة وأمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة يحملها هؤلاء الأبطال على عاتقهم حماية للوطن وصونا لأمنه واستقلاله، مساهمين في ضمان سيادته وصنع مجده وازدهاره.
بجد بجد ألف تحية لرجال الحماية المدنية ورجال الجيش والشعب الجزائري اللي شفنا قد ايه كان متضامن مع بعضه، وناس كتيرة جدا ساهمت. اللي وقفت مع الحماية المدنية انت ما قدرتش تفرق بين مين حماية مدنية ومين رجل عادي في الشارع. الناس اللي كانت بتوزع مية، الناس اللي كانت بتوزع وجبات، شفنا ناس كتيرة جدا ساندت الناس وحاولت تعوض بعض الناس سواء الرجال او الستات اللي فقدوا حاجات كتيرة جدا، لان في ناس فقدت المحاصيل الزراعية بتاعتهم، في ناس فقدت اعزكم الله حيواناتهم اللي بيستخدموها في الزراعة او اللي كانوا مربينها. ففي ناس كتيرة جدا اتضرت، ولكن الشعب الجزائري وقف على قلب رجل واحد علشان يعدي الازمة دي، وعلى رأسهم اهل الحماية المدنية والجيش يعني واحنا شفنا الحمد لله الحمد لله ان الجزائر قدرت تتعامل مع ده. يمكن احنا شفنا الموضوع ده اتكرر في اسبانيا وفي فرنسا، يمكن ما قدروش يقفوا قدامه زي ما الجزائر وقفت. اللهم بارك. ربنا يحمي الجزائر واهلها وكل الوطن العربي يا رب، ويحمي البشرية جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.